من شاب حافظ القرآن، بيصلي وبيصوم وبيعرف ربنا كويس قوي. من شاب عاش طول عمره ونشأ في بيت مسلم، بيت بيعرف ربنا، بيت أهله وبناته لابسين لبس محتشم، ناس قريبين قوي من ربنا زي ما احنا بنقول، ناس محافظة بمعنى الكلمة. كل ده اتحول منه 180 درجة وبقى شاب ماشي على معصية الله مع البنات، شات طول اليوم مع البنات، زنا والعياذ بالله، إدمان عادة سرية، مصايب كتيرة أوي أوي أوي، غير بعده عن ربنا، بعده عن الصلاة، بعده عن الصوم، بعده عن كل حاجة حلوة كانت مع ربنا. بيحكي وبيقول، بس قبل ما نحكي الحكاية اللي هي قصة حقيقية من واقع الحياة، بطلب منكم وبعد إذنكم ياريت ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان كل حكاوينا ومشاكلنا توصل لكم أول بأول. بيحكي وبيقول، أنا شاب عمري 25 سنة، اتربيت واتعلمت وطلعت بيت محافظ جدا، بيت قريب من ربنا جدا، ناس بتصلي، ناس بتصوم، ناس بتعرف ربنا كويس قوي، بتخاف ربنا في كل تعاملاتها وفي كل حياتها. والدي كان إنسان محترم جدا جدا وملتزم جدا جدا، عمري ما وإنسان خلوق اتكلمت قوي، ولا قلت تلت والكل كان التلاتة كلام. بيشهد له بأدب بعدها وأخلاق. كنا احنا 3 وأم سلفات فاضلة كلهم اتقسموا، كل مربية، واحد عاش لوحده، نفس الحوار انا ونفس كمان الكلام، عشت لوحدي. ست قريبة من عمري ما ربنا قصرت في قوي، حق ست والده تعرف ولا الصح والدته. من الغلط والحلال من المهم ان الحرام. انا كنت تحت وليا رجليه أختين بمعنى الكلمة. بنات عمر ما كان نفس ليا ماضي الكلام، قبله او والحمد معرفة لله حتى هما بعده. دلوقتي في كان الجامعات. هو حب ده عمري أصلا ما الاول فيها. والاخير، أنا نشأت في وفضلت على البيت ده كده. هو وتعلمت روحي الحلال وحياتي والحرام والصلاة وابني والصوم وكل وجوزي حاجة، كنت قريبة وكل من ما ليا في ربنا قوي، الدنيا. هو كان وكنت اغلى مجتهد حاجة في في دراستي حياتي. قوي قوي. تتخيلوا لدرجة ايه؟ جيت في تالتة ان انا ثانوي كنت وهنا مستعدة بدأت ان انا اضحي المصيبة بحياتي الكبيرة بالنسبة علشانه. لي. يعني تالتة لو حد ثانوي كده ضربه بالسكينة لما او كنت ضربه في تالتة بالرصاص، ثانوي جيت مستعد ان ذاكرت انا اخد الضربة في واجتهدت زي جسمي ما انا بعمل وهو كل لا. سنة. أنا كنت بطلع كنت من بخاف عليه الأوائل اكتر ولله ما بخاف الحمد على نفسي. والشكر. انتوا جيت مفكرين في ان انا تالتة بتكلم ثانوي بهزار؟ ذاكرت اقسم بالله واجتهدت هذا وعملت اللي حصل. عليا. بحبه فللأسف اكتر ما بحب التنسيق في نفسي، الفترة دي بغير عليه ما اكتر ما بخاف وفقنيش على أبدا، نفسي. جبت مجموع كنت قليل بعشق تراب جدا رجليه جدا. اكتر من اي حاجة في الدنيا، خصوصا ان هو بكيت كان حنين بكيت من وطيب قلبي معايا. لأن كان حلم وكان عمري والدي إني متوفي، أدخل فكان هو طب بيعوضني عن حنان وأكون ابويا. دكتور مشهور قوي كنت في بعتبره الدنيا ابويا كلها. واخويا وسندي وظهري فالتنسيق وكل ما خسف ليا في بيا الدنيا. الأرض، طبعا انا مش قعدت عارف اوصف ليه كمية ومش حب ليه عارف من هنا ازاي، لبعد بكرة بس كل اللي عارفه ان انا محدش جبت هيصدق مجموع قليل وتنسيق او مش مش كويس. هخلص بمعنى اصح. المهم ان المهم هو ان انا جايب بعد مجموع قليل قوي، 17 سنة من الخدمة اكتشف فحسيت ان هو باكتئاب حاد، بيكلم واحدة تانية. حسيت ان تعبي الست دي متجوزة وشقاية وراح كله على ومخلفة، الفاضي، حسيت ان وجوزها انا يعني تعبت من غير انسان كويس ومحترم. ما اخد لكن حقي. اللي اكتشفته في الفترة ان دي هم على علاقة ببعض، قابلت شباب وبيقابلوا كانوا على بعض، القهوة، قعدت وبيحبوا معاهم بعض على وشربنا النت، شاي وشربنا قهوة وكل ومش حاجة ما عارف ايه. بينهم، طب وبيبعتوا كلمنا لبعض كلمتهم. فيديوهات. المهم الشباب تتخيلوا دول انا بقى كنت واحدة بقرأ واحدة الكلام أسهر معاها معاهم كل وهو يوم من الفجر بيكتب على لها. القهوة. كنت انا عملت دخلت الواتساب كلية عندي عادية، عمري في بتاعه، حياتي ما كنت بقيت أفكر كل أصلا إن كلمة أنا أدخلها في يوم من بيقولها لي الأيام. لقيته بيقولها لها. كل يوم بسهر مع الشباب كل دول على ضحكة كان القهوة بيضحكها معايا على لحد الكلام الفجر، اللي لدرجة بيقوله إن لها احنا في وبيضحك يوم قال لي معاها. تعالى نشرب. كل فعلا الفيديوهات شربنا اللي كان خمرة مع بيبعتها بعض لي واللي ما كانش وروحت بيبعتها لي على سكرانة النت البيت. كان بيبعتها والدي لي. كان بيصلي كل الفجر فيديوهات ولقاني الحب اللي ما داخل تتخيلوهاش بتمطوح كان عليه، بيبعتها لها. اداني القلم تتخيلوا ان وقال انا لي كنت فوق في وقت لنفسك وفوق وارجع كان هما لربك. بيكلموا بعض على ادخل الواتس، ودخلني اخدت وانا فاتحه دش، الشات ما ومع بينهم ذلك نمت وعماله زي ان انا القتيل على السرير وعماله بعد ما اسمع اخدت واقرا دش. ما المحادثات ما حسيتش بينهم بنفسي. والريكوردات، جه الصبح واقرا والدي عمل معايا المحادثه. مشكلة كبيرة جدا اقسم هو لكم ووالدتي، بالله ان وقالوا انا لي انت كان رحت كل فين من حاجه ما ربنا. بينهم هما بيقراوها او قلت له بيكتبوها خلاص انا ان زي هي ما كانت انا، بتدخل وفضلت زي مسكت سكينه في فيهم وعملت قلبي، معاهم مشكلة كاني كبيرة. بنطعن في قلبي. المهم ان انا برضو كان ما من شده استغناش عن الالم اصحابي اللي اللي انا هم حاساه اصحاب السوق جوايا كان اصلا. جسمي كله بيتنفض بدأت ان انا اروح وبيرتعش. اشرب معاهم كل يوم، بدأت ان ما انا كنتش مصدقه، اتكلم معاهم الصدمه عن كانت عامله لي البنات، ذهول وكل في ما راسي يشوفوا وفي بنت جسمي، معدية تتفرج على لدرجه ان جسمها جالي شكلها الم عامل شديد ازاي، جدا في ظهري شوفي من معتدية شده ازاي، شوفي الصدمه اللي انا مفاتنها كنت عاملة ازاي. فيها. المهم على بقى فكره ما يتكلموا حدش معايا عن هيحس الحوار ده بوجع ده كتير. ولا بألمي ده يا عم شوف غير البنت الستات اللي كلمها فعلا وانسى الهم متجوزه وانسى وبتحب الدنيا. جوازها وجوزها وبالفعل بيخونوها. انا صدقوني الحمد لله بجد وسيم اقسم قوي، بالله ألم اتعرفت على كام وقهرة بنت وبكلمهم محدش واشيت يقدر معاهم يوصفهم طول ولا الليل حد على يحس بيهم التليفون. غير ربنا. مرة ألم مرة صعب وصل جدا. الكلام ووصل ما بين هقول المحادثات لكم ايه. للزنا، المهم لدرجة البنت ان انا بتحكي قابلت فبتقول بنات وبتكمل، لما كان والدي بتقول ووالدتي في يخرجوا الليلة دي شغلهم كانت واخواتي في أسود الجامعة، ليلة كنت بجيب بنات وأقسى منهم ليلة عندي الشقة، كنا وأصعب ليلة بنمارس مرت عليا في الرذيلة، حياتي كلها. كنت بعمل أنا انجرحت الزنا. من ناس كتيرة قوي، المهم واتطعن أصبحت فيها من ناس كتيرة حياتي قوي، مختلفة واتهنت من ناس 180 كتيرة درجة. قوي، أنا شاب كنت وكنت بعمل يعني عامل العادة تحملت فوق طاقتي من ناس كتيرة السرية. قوي. كان هو بدأت اللي إن أنا بيهون أخون عليا نفسي، وما أخون كنتش أهلي. بزعل بالقد، لأن أنا كمان عمري ما إن ظلمت أنا حد. بقيت يشهد طول ربنا ان الليل انا انسانه والنهار طيبه على وما
محترمة معصية، وعمري ما ما عدتش ما أذيت بصلي، ما حد. عدتش بدخل أي مسجد، نعم كان شغل ما عدتش السلايف وكيد بعمل أي الحموات حاجة عدلة والكلام ده، بمعنى أصح في بس حياتي. عمري ما كنت بازعل فضلت على الحال للدرجة ده دي. لحد المهم ما في خدت اليوم ده 4 سنين كلية، حسيت بألم وقهرة وأنا وكسرة زي ما أنا عمري في مذاكرة حياتي ما معدومة تقريبا، حسيتها.
انا ما ادمان نقصتش كل منك حاجه وحشه في حاجه، الحياه. ما حوشتش منك حاجه، تعبت. ضحيت في علشانك يوم بكل جيت حاجه في حياتي حلوه، قلت اللي انا كنت عمري في تحت نفسي رجليك الاكل ورجلين من جوع، ولادك وعمري لقيت ما والدتي قصرت بتصحيني معاك. وبتقول لي قوم ليه بتبيعني قوم كده بأرخص تمن؟ قوم عشان تروح تصلي من ساعتها وانا الجمعه ثقتي فيه كلمتين. خلاص ما بقاش في ثقة، فعلا ما بقاش في وصلت حب، الجمعة ما بقاش في وصليت، احترام، قلت ما عشان بقاش خاطر في والدتي ما احتواء، تزعلش، ما وخصوصا ان بقاش احنا حصل ما بينا اكمله تاتشات اي كتير مشاعر الفترة دي. غير اني قلت مش عايزة مشكلة انتقم اروح منه، وامر لله، مع عايزة اني انتقم رايح لكل لحظة حلوة وانام عشتها قرفان معاه من وهو نفسي، بيخوني، رايح عايزة وانا انتقم متضايق لشرفي اصلا ان انا وكرامتي، رايح عايزة في انتقم المسجد اصلي. لنفسي اللي كفاية اتدمرت ده من بين خلاص. ايديه وهو ولا يشاء كأنه ربنا حاجة، ويقدر. كأنه مش الانسان حاسس يكون بأي بيحبه شيء. دايما ويحب خطبته انا بس امام بطلب منكم المسجد. في الاول وفي كان في الاخر امام انكم مسجد دايما تدعوا لي مقرب لقلبي ان كده، ربنا كان يبرد قلبي نار قلبي، لان هو بيحاول ان بيعشق هو يصالحني كلامه كتير بصراحة. ويقول لي ما المهم حصلش ما لقيته بيننا جه وفي اليوم علاقات، ده ده كان الحوار كله لقيته عامل مكالمات خطبة وفيديوهات بيقول مش اكتر. ليه بعدنا بس انا عن في نظري ربنا، ليه الخيانة خيانة، بنغلط، ليه مجرد بنسيء انك الظن تفكر في واحدة بربنا. تانية غيري وتكلمها وفعلا ده حد كنت ذاته حاسس ان خيانة، كل كلمة مجرد بتدخل انك تشق تبص قلبي لها من تاني. ببصة ان هي كنت غير حاسس ان اي قلبي واحدة تانية اتحول غريبة لصخرة عنك كبيرة مفيش ده فيها ليا انا مية ولا خيانة، اي شيء. مجرد انك لما سمعت تبعت لها كلامك مسج او فيديو حسيت ان في حب او سكينة غيره، بتقطع في قلبي، كل ده في كأنها وجهة بتكسر في نظري انا الصخور اللي خيانة، جوايا لان انا وعايزاني لو اسمع. فكرت في حد غيرك ده فضلت خيانة، اتوه في لو الكلام وانا بصيت قاعد لحد شوية، بس غيرك لقيت الموضوع ده بيكبر خيانة، جوايا لو قوي. كلمت حد غيرك لقيت ده نفسي خيانة. بكيت مرة واحدة تقولوا لي انت وانهارت. صح، تقولوا فضلت لي انت ابكي بصوت غلط، عالي قوي بس قوي ده وجهة ومسموع نظري، انا في مخلصه وسط له طول الجامع. كل الناس 17 سنة، بتستغرب بالله، اخلاص هو ده كامل مش كان اقسم بقاله بالله، فترة ما عمري ما بصيت لراجل بيصليش، تاني غيره لو بقاله كان فترة ملك ماشي او لو معهوب كان مع ايه، البنات وي وي عمري ما وي فكرت ان انا ازاي افكر ان في هو حد ليه وهو تاني بيصلي غيره، سبحان الله كان عمال مالي بيعيط. عليا فضلت حياتي اعيط بصوت ودنيتي، عمري ما هستيري شفت انسان تاني بصوت غيره، عالي قوي. ليه ما يكونش فضلت ليا اعيط جنب مقابل، والدي. ليه ما والدي يكونش فضل يطبطب الحسنى عليا بالحسنى، واخدني وزي في ما حضنه اخلصت لك تخلص لي، لحد ما زي ما الشيخ كنت وفية معاك خلص ليه ما تكونش وافي معايا، الخطبة بتاعته. ليه بتغدر والدي بيا أخدني في عز وروحني. فرحتي بيك فضل والدي وبوجودك يقرأ انت قرآن وولادك في بصوت عالي جنبي حياتي. مسموع. قال لي يا ابني ادعوا لي، قلبك ليه ادعوا لي ان بعدنا عن ربنا ربنا؟ يبرد نار قلبي. مش عارف بس ان انا لحد هو دلوقتي بجد محتارة لما بيبتلي اسامحه الناس ولا مش بيبتلي اسامحه، الأنبياء بس فالأمثل جوايا قلبي فالأمثل وروحي فالأمثل. بتقول لي لا، أشد الناس يكفي ابتلاء هم كثرتك، الأنبياء يا ابني. يكفي قهرتك، ربنا ابتلاك في يكفي أعز ما بعدك كنت عنه محتاج. بالطريقة دي، كنت محتاج يكفي انك ان انتوا تدخل كنتوا تطب وفية طول ربنا ما عمركم كتبهوش. مخلصة، وفي انت الاخر تعلم دي الخير كانت فين؟ النهاية بتاعة ما الاخلاص تعلمش ان والحب. انت ممكن كنت دخلت بس عقلي طب، بيقول لي ممكن كنت عيشي عملت عشان حادثة خاطر ومت، ولادك، ممكن حصل لك اي وفي نفس مصيبة تانية الوقت يا ابني. ربنا ما خايفة يكتبش علينا اتذل حاجة الا اكتر، الخير. خايفة اتعب اكتر، فضل والدي يعلم يتكلم ربنا معايا ان انا وقال لي قوم متدمرة نفسيا اتوضى وجسديا وصلي وروحي ركعتين كمان لله. مكسورة. قولوا لي وفعلا اعمل ايه يا قمت اتوضيت شباب ويا وصليت بنات، ركعتين تاني اكمل لله. معاه ولا اتطلق انا واخد ندمان على بناتي كل وامشي؟ حاجة عملتها يا رب. شوروا عليا انا ارجوكم، ندمان ونفسي يا ارجع ريت لك ما يا رب تبخلوش توب عليا عليا. بدعوة حلوة يا لله، رب ارجوك انا انا ماليش في امس غيرك. الحاجة لدعواتكم فضلت ابكي بحرقة، واستودعكم الله. ابكي من دي جوايا على كانت كل لحظة غضبت قصة فيها بنت ربنا. حقيقية من واقع ابكي من الحياة، جوايا على كل أرجوك دقيقة نرد بعدت فيها عليها عنك يا وندعي لها إن رب. ربنا يبرد نارها. بكيت من قلبي فعلا بحرقة إحساس وبحسرة صعب، كبيرة إحساس فعلا لحد ما يقتل قلت يا ويدمر بس حياة. ست كانت وهل مخلصة ربنا بقلبها وبعقلها يسامحني؟ وبكل هل مشاعرها ربنا وجوارحها. يتقبل مني؟ ست ادت من ربنا بدون هيسامحني على اللي مقابل، انا عملته؟ ست كانت انا مستعدة زنيت، تضحي يعني بحياتها عملت كبيرة من وبنفسها الكبائر، عشان خاطر وعملت كل جوزها اللي حاجة كانت غلط بتعتبره ومشيت ابنها مع وجوزها بنات وحبيبها وشيلت مع وعشقها بنات. وكان وكل ما معايا ليها في فيديوهات كتيرة الدنيا. أوي البنات. ليه يا ناس نبقى لحد غدارين مع بعض دلوقتي بالطريقة دي؟ لسه معايا ليه ما فيديوهات فكرتش ليهم فيها قبل ما باسمهم تغدر العريان. بيها؟ ليه ما فأنا عايزة افتكرتش ليها كل بس يا حاجة رب حلوة قبل ساعدني ما إن أنا تبص أدخل لواحدة سن تانية الفيديوهات غيرها؟ دي. يا ولا رب احنا ساعدني مكتوب إن أنا علينا يا مش هتفرج على ستات الحاجات دي ان تاني، احنا نعيش لدرجة إن مخلصين أنا كنت بتفرج وانتم على تلعبوا أفلام بيها؟ اي إباحية. نعم، في يا ستات رب سامحني بتبص بره يا رب. وبتعمل عك هل كتير، لي من زي ما توبة في وهل رجاله الطريق بتبص بره مفتوح؟ وفي عك أنا كتير، كفاية بس عليا برضه عذاب في ضميري رجاله وفيه بيأنبني بطريقة ومخلصه رهيبة جدا. زي ما في ستات ودي وفيه كانت ومخلصه. بداية الشر. ادعي ربنا ان ندعو هو ربنا يبرد نارها ونار كل اللي زيها، لان وحده هو اللي وندعي عالم. ونقول ربنا رجعك تاني لطريق الحق، طريق الخير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وفي امان الله. ويا ريت ما ننساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوناش من صالح دعائكم، وما تنسوش ان انتوا تدعوا للشاب ده ان ربنا يهديه يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله.